السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن فيلم محدش مهتم إنه نازل أصلا، وفي توقعات إنه مش هيجيب إيرادات كبيرة لما ينزل، وهو فيلم شازام فيوري أوف ذا كينج. ليه الفيلم ده يعني محدش بيتكلم عليه دلوقتي مع إن المفروض إن هو هينزل قريب؟ وغير كده تصريحات زكري ليفاي المثيرة للشفقة. كل ده وأكتر هنتكلم عليه مع بعض، بس طبعا قبل ما نبدأ الحلقة اتأكد إن أنت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض ليه فيلم شازام ملوش لازمة. طيب دلوقتي ليه الفيلم ده ما هوش حديث الجميع والحدث الرئيسي دلوقتي في كل صفحات دي سي؟ مفيش حد بيطلع يتكلم عليه غير لما نشوف له بوستر بالصدفة كده. ولكن في العادي الفيلم تقريبا في ناس ناسية إن هو هينزل، وفي ناس تانية مش مهتمة، يعني اللي هو مفيش نظريات مفيش توقعات، وحتى الشركة نفسها مش مستنية منه كتير. وبصراحة لو جيت تبص للموضوع في الأول والآخر ده مجرد فيلم لشازام يعني، فما تستناش منه حاجات كتيرة. واللي أثبت كده فعلا يعني تصريحات زكري ليفاي، واللي بيحاول فيها إن هو يروج للفيلم، ولكن الموضوع قلش منه شوية. وهنا هو بيقول إن شخصية شازام شبه شخصية ديدبول في مارفل. اللي هو يعني أنت بتقول إيه؟ يعني أنت بتحكها في مارفل عشان بس تعمل إعلان للفيلم بتاعك؟ أنت متخيل الحالة اللي دي سي بقت فيها دلوقتي؟ إن هي بتحاول بس تشبه نفسها بمارفل. وزي ما احنا شايفين يعني مارفل خلاص يعني عملت العالم السينمائي بتاعها، وحاليا هي في مرحلة محدش عارف هي عايزة تعمل ايه تاني. والناحية التانية دي سي لسه بتبدأ من الصفر، فاللي هو انت متأخر قوي، بس مش لدرجة انك تطلع تشبه نفسك او تشبه الشخصيات بتاعتك بشخصيات مارفل. ولكن الموضوع ده عامة بيحصل كتير لما زكري ليفاي بيطلع ويتكلم. الراجل تصريحاته كلها عبارة عن عبط. يعني هو من فترة بسيطة كان طلع واتكلم عن إن قرارات جيمس جان الفترة اللي فاتت كلها كانت صح، وإن عالم زاك سنايدر ما نجحش يعني بنفس نجاح عالم مارفل، وإن التجربة دي كلها كانت فاشلة، فبالتالي المفروض إن هما يبدأوا من الأول. طبعا يعني الكلام واضح جدا إن هو بس بيطبل لجيمس جان عشان بس يضمن مكانه من بعض الأخبار اللي طلعت عن رحيل هنري كيفيل ودوين جونسون. فالدور كان عليه، فهو بيحاول بس يعني يضمن مكان في العالم الجديد بتاعه. لأن لو جيت تبصلها في الأخبار اللي طلعت الفترة اللي فاتت، لو كان زاك سنايدر هو اللي رجع، غالبا شازام ما كانش هيكون له دور في خطة العالم ده في السنايدر فيرس. ونفس الكلام برضو عن خطة دوين جونسون اللي كان بيحاول يبني فيها عداوة ما بين سوبرمان وبلاك آدم. محدش طلع يتكلم في النص عن شازام، وكأنه مش موجود أصلا في العداوة دي. فهو بالتالي كان واضح إنه ملوش دور مع أي حد من دول إلا في حالة وجود جيمس جان مع عالم جديد تماما. فبالتالي هو هنا عارف إنه هيكمل، لأن لو جيت تبصلها أفلام شازام أصلا من إنتاج بيتر سافرن، فاللي هو يعني بيتر سافرن أساسا مسؤول عن عالم دي سي جنب جيمس جان. وزي ما جيمس جان عمل ومشى ناس وساب ناس، اللي هم الناس اللي من الآخر اشتغل معاهم وأصحابه، فغالبا بيتر سافرين هيعمل نفس الموضوع ده. ففي الغالب شازام مكمل. طب طالما مكمل ليه بقى محدش بيطلع يتكلم عن الفيلم ده دلوقتي؟ وأغلب العروض الترويجية اللي بتحصل موجودة في دول آسيا، يعني هما بيحاولوا يروجوا للفيلم في دول آسيا زي الصين واليابان عشان يجيبوا إيرادات بالعافية. ده لأن الجزء الأول يعتبر مجابش أي حاجة، وغير كده الناس في هوليوود حاليا مش مهتمين بأفلام دي سي من بعد ما عرفوا إن خلاص في عالم جديد. فبالتالي كل اللي بيحصل دلوقتي يعتبر من الماضي اللي معادش ليه لازمة. وحتى الشخصيات اللي مكملة مش بنفس أهمية الشخصيات اللي مشت. يعني عندك مثلا شازام ما هياش شخصية تقدر تشيل سلسلة أفلام مش مرتبطة بأي عالم سينمائي، أو مرتبطة بس من بعيد قوي، اللي هو ما انتش عارف حتى تشوفه مع شخصيات العالم ده. وكده كده الشخصيات كلها اتشالت. فبالتالي
وجوده أصلا عليه علامات استفهام كبيرة. وغير كده يعني فكرة الميثولوجيا الإغريقية اللي هتتقدم بطريقة كوميدية في الفيلم، واحتمال ظهور وندر وومن، كل ده مش كفاية بالنسبة لشركة مفلسة مستنية إيرادات كبيرة عشان ترجع تقوم على رجليها وتعمل عالم سينمائي وتبدأ تنتج في أفلام تحاول تنافس فيها ديزني. فيعني واضح جدا إن كل الأفلام اللي هتنزل هي أساسا أفلام من خطة والتر حمادة، واتصرف عليها ملايين كبيرة ومش هينفع إنها تتلغي زي ما حصل كده مع باد جيرل. فهم هينزلوا الأفلام دي وخلاص، وهيعتمدوا بقى على دول آسيا إنها تجيب إيرادات زي ما حصل قبل كده مع أكوامان. بس يعني حتى فيلم أكوامان برضو يعني في مشاكل بتحصل حواليه دلوقتي، وهنتكلم عنه في الفيديو اللي جاي. بس يعني بالنسبة لفيلم شازام اللي المفروض هينزل اليومين الجايين دول، أنا عن نفسي مش مستني حاجة من الفيلم، وممكن دي تكون حاجة إيجابية إن أنا يعني مش رافع سقف توقعاتي قوي عشان لما أجي أتفرج على الفيلم ما اتصدمش زي ما حصل في الأفلام اللي فاتت. بس في الأول والآخر يعني دي مجرد وجهة نظري، يهمني طبعا نسمع رأيكم في الكومنت، تتفقوا معايا ولا لأ، وهل متحمسين لفيلم شازام فيوري أوف ذا كينج ولا لأ. وطبعا كالعادة زي نهاية كل حلقة، لو عجبك محتوى القناة وحسيت إن أنت عايز تسمعني مرة تانية، ياريت تنزل تحت تشرفنا وتشترك وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. طبعا متنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم على خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام.